طلبتوا مني كتير علاج الفطريات عند القطط وأسبابها وطرق الوقاية منها، وأنا آسفة تأخرت عليكم بالفيديو. الفيديو رح يكون طويل شوي لأنه حنستعرض فيه كمان كتير أشياء. أتمنى إنه أنتوا تشوفوه للآخر وتحاولوا تعلوه وترفعوه ويطلع اكسبلور لحتى الناس أغلبها اللي عندها قطط بتربيها تستفيد منه. أول شيء أسباب الفطريات هي انخفاض المناعة بالجسم، ممكن عدوى، ممكن رمل وسخ، ممكن بيت وسخ، ممكن زيادة استخدام المعقمات بالبيت تأثر على القطط تخلي يصير عندها فطريات، كتر الحمام، رطوبة بالجسم، الجو الحار، هذا كله بيسبب هاي المشكلة عند القطط. كيف نقي القطة من الفطريات؟ أول شيء ما تلتقي بأي حالة فيها الفطريات، ولو اكتشفنا أي قطة فيها هاي المشكلة نعزلها عن باقي القطط. تعقيم المكان اللي القطة كانت فيه لأنه الفطريات بتنتقل، مثلا لو كانت على الفرش بيكون في آثار الفطريات على الفرش، على الأرض كذلك، على السجاد، في أي مكان بتقعد فيه بصير فيها هاي المشكلة. فبالتالي إحنا بدنا ننظف ونعقم المكان ونعزل القطة في مكان لحالها بعيد عن باقي القطط لحتى ما تعديهم. بالنسبة ل كمان نعطي رافع مناعة وفيتامينات كل 3 شهور مرة مدة أسبوع ل10 أيام عشان كمان نرفع مناعة جسم القطة، لأنه من أهم الأسباب اللي بتخلي القطة تجيها فطريات هي نزول المناعة بالجسم. لما تكون القطة صغيرة كمان كتن لسه مو شادد حيله، أنصح أنا ولوجه الله وعن تجربة إنه ما ينعطى التطعيم للقطة قبل ما تكمل عمر ال3 شهور. كتير حالات إجتني طعموا القط قبل عمر ال3 شهور إجا للقط فطريات. ليش؟ لأنه التطعيم بينزل المناعة بالجسم، فبيكون هذا شيء بيخلي الجسم عرضة للفطريات، لأنه الفطريات بتنمو مع قلة المناعة. ليش لازم نعالج الفطريات داخلي وخارجي؟ لأنه الفطريات هي بتظهر برا، لكن هي فعليا وحرفيا بالقط موجودة برا وجوا، فلازم نعالج من برا وجوا. تمام. الحامل ما بنقدر نعالجها برا وجوا لأنه في أجنة بطنها. اللي بنعمله بنعطي رافع مناعة وفيتامينات 1 ملي من النوعين مدة أسبوع مع علاج خارجي. هلا حستعرضه معاكم لأنه العلاج الخارجي للكل، الصغار والكبار، الذكور والإناث، سواء حامل مرضعة واتيفر شو هي احنا وضعها للقطة، احنا بنعالج بنفس العلاج الخارجي. بالنسبة للعلاج الداخلي لباقي القطط، بالنسبة للكبار بنعطي رافع مناعة وفيتامينات كذلك 1 ملي ب1 ملي مدة أسبوع. وفي دوايين عندي وكتير اختلف الدكاترة عنهم، بس أنا هحكي تجربتي مع الدوايين. تمام. في عنا هذا الدواء شايفينه، أنا عرضته قبل هيك على الحساب، ممتاز جدا جدا. هذا بينعطى بحذر للصغار اللي هن من عمر شهر ونص شهرين، اللي وزنهم كويس، حجمهم كويس من الكيتنز. نعطي 0.2 لمدة أسبوع، منريح أسبوع، نرجع بنعطي مرة تانية منه مدة أسبوع. لكن الدكتور بالفترة الأخيرة قال لي أنا ما عاد عم بنصح فيه لأنه صار عم بيسبب بعض المشاكل. تمام. أنا ما عانيت منه مشاكل، لكن في عندي قطط استفادت عليه وقطط ما استفادت عليه. هذا الدواء الأول. عندنا علاج تاني للفطريات قوي جدا، مفعوله سحري عن تجربة يعني بصراحة، لكن لازم نستخدمه بحذر شديد جدا جدا جدا، اللي هو ديفلوكان. تمام. ديفلوكان، سوري، ديفلوكان. انتبهوا للعيار، العيار 50 ميلي جرام، اوعوا تاخذوا عيار اقوى لانه هذا اصلا اوريدي احنا بدنا نخففه. هلا بقول لكم كيف رح نخففه. مثل ما انتم رح تلاحظوا هون في كبسولات انا مستخدمها بايام بالعلبه كبسولتين. علاج القط للفطريات هو كبسوله واحده. هاي الكبسولة الواحدة حنحط الكبسولة، أنا بستعملها بهالطريقة. اللي أعطتني الوصفة بصراحة الله يجزيها الخير، هي بتستخدمها بتحطها على الأكل، بتقسمها نظام تقسيمات. لكن أنا الفور سيفتي ولحتى أكون دقيقة بالجرعة، الحبة بحطها بقلب كوباية صغيرة أو علبة إلها غطا معقمة whatever، المهم إنه شيء نحط فيه يكون معقم. 5 ملي مي على الحبة، 5 ملي مي معقمة. بنحرك الدواء منيح، بناخد أول يوم ملي، تاني يوم ميلي، تالت يوم ميلي، منريح يوم، بنعطي يوم، منريح يومين، بنعطي يوم، بما يعادل 5 جرعات على مدى أسبوع. 5 جرعات على مدى أسبوع، سواء كان القط كبير أو كتن. أوكي. بنعطي له إياها. لكن إذا الكتن أقل من شهرين لا تعطوا له إياه لأنه حيكون قوي كتير عليه، بلاش مناعة تكون نازلة عنده تنزل بزيادة. هاي الدواء الثاني. اللي عنده سؤال يكتب بالتعليقات. نيجي بعدين بقى للعلاج الخارجي. في بيتادين. اللي ما عنده امكانيه يجيب بيتادين، انا بعرف انه البيتادين غالي كتير، يعني انا انقطعت منه وكنت مضطره بصراحه، فما كان عندي كاش كفايه اجيب، فرحت جبت ماده اسمها اميديني اللي هي نفس تركيبه البيتادين،
وسعرها رخيص، يعني انا هلا بالامارات هي حقها هون تقريبا 9 دراهم. اوكي، بتحطوا شوي منها بعلبة زي هيك، اي علبة عندكم. طبعا هاي الشوائب هذه خل تفاح، هلا برجيكم خل التفاح اللي انا بستخدمه. بنحط من هاي شوي مع شوية خل تفاح وعليها نتفة مي، وبعدين بالنكاشة، هلا برجيكم خل التفاح بالنكاشة الأماكن الصغيرة اللي هي بتكون حوالين الفم، بالوجه، بالرقبة، الأماكن الصغيرة بنستعمل النكاشة، أو نكاشة ودن، أو بالقطنة. بنفرك طبعا محل الفطريات، هلا برجيكم الحالة أنا صورت لكم إياها من كم يوم. بنفرك وبعدين بدنا نحط المرهم. هلا هذا خل التفاح اللي بستخدمه، أنا بستعمل يمال الشام، هذا خل تفاح طبيعي بشوائب مو صافي، بنحط منه شوي. تمام، نسبة وتناسب، يعني مثلا كيف يعني نسبة وتناسب؟ يعني مثلا تلت خل تلت بتدين عليهم تلت مي بالتساوي. تمام. الأحسن مرهم للفطريات بعد ما نعالج بالبتادين هو الكانستين. كانستين الدرجة الثانية وراه البانديرم. الكانستين هو مخصص لعلاج الفطريات، أما البانديرم عشان لو كان الحالة مشكوك فيها إنها فطريات أو حساسية أو وات ايفر شو هي المشكلة الجلدية، فهذا فيه مضاد التهاب فبيساعد على العلاج. في كمان بدنا نعمل حاجة وقت نصاب القط بالفطريات، بدنا نحممه حمام أول الأسبوع حمام آخر الأسبوع. عبارة عن إيش؟ بنجيب شامبو الفطريات، حورجيكم أنا هلا العشبة اللي أنا جبتها اللي زي السحر، بتخلي بتخلي المكان يتعقم وتعمل كفريشن على الجلد، وبتخلي الشعر يطلع أسرع وحيوي وحلو ولميع. تمام، اللي هي عشبة السدر. عشبة السدر رح اعمل عنها فيديو منفصل كيف تعملوا شامبو السدر للقطط او للبني ادمين، بس انا حاحكي عن القطط. يعني انا جربته بصراحة، في عندي قط من فترة منيحة جاله فطريات، خلال اسبوع الشعر براسه طلع شعر جديد، ما اوصف لكم يعني بشكل ما شاء الله خرافي، مفعوله سحري خرافي. هاي هي عشبة السدر. تمام، إلها طريقة بالتحضير، إذا بهمكم تعرفوا كيف طريقة تحضيرها مع شامبو الفطريات قولوا لي. اللي بنعمله نحن اللي بنحمم القط بشامبو هذا الفطريات مع خليط عشبة السدر أو شامبو الفطريات لوحده. بنحط الشامبو على جسمه، بنتركه عليه 5 دقايق، ما نخليه يلحس جسمه، وبعدين بنغسله، وبعدين بننشفه كتير كتير منيح، وإذا في شمس بنحطه شوي بالشمس، وبعدين بنبدأ نعالج المناطق اللي هي مصابة بالفطريات. هلا في حالات محتاجين نحلق الشعر للقطة كله، وفي حالات لا، اوريدي انه الفطريات بتسبب تساقط. انا مثلا الكتن ما حلقت لانه هو ما انتشر بكل جسمه، هو بس في اماكن معينة اللي هي اماكن الرضاعة فقط. تمام، هاي المنطقة عشان الام بتلحوس وهو بيكون على جسمه ممكن فيهم شيء من الفطريات فنعدى. تمام. لكن لما يكون الجسم مصاب احنا بنحلق له عشان نعرف اماكن الفطريات وعشان العلاج يكون اسرع. تمام، جبت هذا البيل من موقع اسمه تيمو، كتير حلو، اسعاره خرافيه بصراحه، لاني انا مقاطعه امازون بحكي لكم اياها بامانه. شفت التقييمات عليه. انا مش هحطه بالصندوق الوصف هذا ولا بالبايو البيل، لانه قبل هيك حطيته ما استفدت. ما حدا فيكم الحمد لله اخذ ايتم واحد وقت كنت عامله افليت ماركتينج مع امازون، فبالتالي انا مش هحط واتعب حالي. انتوا روحوا وشوفوا التقييمات. هذا هو اللي اخذته انا. تمام، حقه 22 درهم و95 فلس. اوكي، هلا ما بعرف اذا تيمو موجود حول العالم ولا لا. هذا هو بيشتغل هيك بضوء ازرق. تمام، انا هلا اللي عم بعمله اني انا بفحص قبل العلاج بفحص بعد العلاج، والحمد لله في عندي حالتين من اللي بدا عندهم راح من عندهم، ما في اشي ابدا. اوكي، بيعطي زي ضوء فسفوري زي ما شفتوا بالفيديو اللي نزلته قبل هيك. اتمنى الفيديو يكون افادكم. اللي عنده اي سؤال يبعت بالتعليقات، يكتب تعليق، واذا في شيء انا نسيته فاتني ما حكيته كمان قولوا لي، بعمل عنه فيديو ان شاء الله تاني. وخلطة السدر اذا بدكم عن جد اقول لكم عليها اكتبوا لي بالتعليقات، قد ما بيكون في لايكات وتعليقات انا حاعمل فيديو خاص لعشبة السدر كيف نعمل منها شامبو للقطط.